الجاسوسة اللي اتحدت السادات، الجاسوسة اللي كرمتها جولدا مائير، الجاسوسة اللي اتعدمت في العشرينات من عمرها، الجاسوسة الحسناء هبة سليم. واهلا بيكم في اول حلقة من ميدوبيديا. هبة عبد الرحمن سليم، البنت اللي اتولدت في بقها معلقة ذهب لأسرة من طبقة أرستقراطية وعاشت حياة مرفهة جدا. كانت ساكنة في المهندسين وبتقضي معظم وقتها في نادي الجزيرة، قاعدة في النادي وسط أصحابها اللي ما كانش بيهمهم حاجة قد صيحات الموضة. هبة سليم ما كانش عدى عمرها ال20 سنة ساعة ما حصلت نكسة سنة 1967. حصلت هبة سليم على شهادة الثانوية العامة سنة 1968. وبمجرد ما هبة حصلت على شهادة الثانوية العامة قعدت تتحايل على والدها إنها تسافر باريس عشان تكمل جامعتها هناك. والدها في الاول ما كانش موافق، بس مع ضغطها عليه والحاحها، ما انتوا عارفين بقى الزن على الودان امر من السحر، اخيرا والدها بيوافق. بس للاسف ما كانش يعرف اللي بنته هتعمله في فرنسا. لما وصلت هبه واستقرت في باريس حاولت انها تدور على شغل، وبالفعل بدات تدور وسعت انها تشتغل في السفاره المصريه في باريس، بس للاسف فشلت. من ناحيه تانية بقى، واثناء ما هبه كانت في الجامعه اتعرفت على بنت يهوديه، البنت دي من اصول بولنديه. قعدت بقى البنت اليهوديه دي تكلم هبة عن عظمة وجمال الحياة في إسرائيل، وإنهم قد إيه دولة مسالمة وما بيحبوش الحرب، وإن كل همهم إنهم بس يأمنوا مستقبلهم ومستقبل أجيالهم اللي جاية. للأسف فرنسا في الوقت ده كانت مليانة بعناصر كتير جدا من الموساد اللي قدروا إنهم يجندوا هبة بالفعل. وتعدي الايام، وفي مره هبه كانت قاعده مع الضابط اللي مسؤول عن تدريبها وتجنيدها، بتحكي له عن ضابط مصري اسمه فاروق الفقي، وقد ايه الضابط ده بيحبها وبيطاردها دايما، وكل لما يشوفها يطلب منها انها ترتبط بيه، وقد ايه هي زهقت من سخافاته ومطارداته ليها في النادي وبره النادي، لدرجه ان في يوم كانت ناويه تهزقه في التليفون لما فاض بيها الكيل، بس اللي منعها انه قعد يترجاها انها بس تحس بيه. ولما ضابط الموساد اللي مسؤول عن تدريبها وتجنيدها سمع الكلام ده فرح جدا، وحس انه اخيرا لقى صوت سمين هيجي من ورا هبه. ومن اللحظه دي الخطه بتتغير تماما. فبعد ما كان دور هبه اللعب في دماغ الطلاب العرب اللي بيدرسوا في فرنسا، فبقى دورها اكبر واهم بكتير، وهو تجنيد الضابط فاروق باي شكل وباي تمن، حتى لو كان التمن ده انها تتخطب له. ففي اول اجازه ليها في مصر كانت مهمتها الاساسيه هي تجنيد الضابط فاروق، فرجعت تقعد تاني في نادي الجزيره كتير وتسال صاحباتها عليه. وطبعا صاحبنا من هبله ما صدق ان البنت اللي طول عمره بيحلم بيها بتسال عليه وبتدور عليه. وكأي بنت مصريه اصيله استغلت فترات غيابه الطويله بحكم شغله بانها تتخانق معاه بسبب غيابه المتكرر ده. فهو بمنتهى العبط ومنتهى السذاجه بدا يبرر لها انشغاله ده انه مشغول بتنفيذ مواقع صواريخ جديده اخدتها مصر في السر من روسيا. فبدات تدريجيا كده تساله بنعومه وبصنعه لطافه عن مواقع الصواريخ الجديده دي، فكان بيتباهى قدامها وبيشرح لها بالخرايط وبالتفاصيل. اصله كان دايما بيحس بالنقص الشديد قدام ثقافتها الفرنسيه الكبيره جدا دي، لحد ما يجي يوم وفاروق بيعزم هبه عنده في البيت وبيفاجئها بعدد من الخرايط العسكريه المهمه جدا جدا، واللي كان شايلها في شنطه خاصه جدا. الخرايط دي بقى كان فيها مواقع الصواريخ الجديده بادق التفاصيل، وكل ده عشان يبين لها بس قد ايه هو جامد. طبعا هبه ما صدقت انها حصلت منه على المعلومات دي، وفي ساعتها بتبعتها لضابط الموساد في باريس اللي على طول انبعتها للموساد اللي فرحوا بيها جدا. وبمزيد من بحث الموساد بيتأكدوا فعلا من صحة المعلومات دي، وبقوا بيضربوا مواقع الصواريخ دي اول باول حتى قبل ما المواقع تكتمل. ده بقى كان هيجنن جهاز المخابرات المصري. اصل كل اللي كان بيحصل ده ملهوش غير معنى واحد، هم جابوا المعلومات دي منين؟ عرفوا اماكن المواقع دي منين؟ دول كانوا بيضربوا اماكن لسه ما تمش اكتمال انشائها. فالمعنى الوحيد للكلام ده ان الخاين هو حد في الجيش المصري. فبقت الشكوك بتحوم حوالين كل الضباط وكل خطاباتهم بتتراقب، لحد ما بيجي اليوم اللي بيلاقوا فيه جواب مبعوث من ضابط مصري لبنت مصريه عايشه في باريس. طب ما عادي، يعني ايه الملفت للانظار في الموضوع؟ اللي لفت نظر المخابرات انه كان بيقول لها في الجواب انه خلاص ركب اريال الراديو، مع العلم ان عصر اريال الراديو ده كان انتهى، فيبقى الاكيد ان الاريال ده يخص جهاز لاسلكي للاستقبال والارسال. فقعدوا يدوروا على صاحب الاريال ده،
لغايه ما لقوه وعرفوا شخصيته، ومن خلاله عرفوا شخصيتها هي كمان. وكانت التعليمات للمخابرات المصريه وقتها ان البنت دي لازم تيجي وباي ثمن. فالمخابرات عملت خطتها برئاسه الفريق اول رفعت جبريل. الخطه دي بتضمن رجوع هبه لمصر وانها ما تهربش لاسرائيل. الخطه بقى كانت عباره عن ان اللواء حسن عبد الغني ومعاه ضابط تاني من المخابرات هيسافروا على ليبيا علشان يقابلوا ابو هبه، لانه ساعتها كان شغال في وظيفه كبيره جدا في طرابلس. واقنعوه ساعتها ان بنته بطله بتشتغل مع منظمه فلسطينيه، المنظمه دي اتورطت في خطف طياره، وان بنته هبه مطلوب القبض عليها والشرطه الفرنسيه قلب عليها الدنيا. فكل اللي احنا عايزينه منك يا عم الحاج ان هبه تمشي من فرنسا علشان ما تتورطش اكتر من كده، وعشان كمان اسم مصر ما ينفعش يجي في موضوع زي ده. فطلبوا منه انه يساعدهم وانه يكلم بنته انها تيجي تزوره في ليبيا ويدعي انه مصاب بذبحه صدريه. الراجل طبعا اقتنع وبعت لبنته برقيه بيطلب منها انها تيجي على ليبيا، لكن هبه رفضت وطلبت منه انه هو اللي يروح على باريس، وانها هتحجز له في اكبر مستشفيات باريس، وكمان هتستناه في عربيه اسعاف مجهزه في المطار. وعشان المخابرات المصريه ما تسيبش اي غلطه عليهم، فتم التنسيق الكامل بين المخابرات المصريه والمخابرات الليبيه اللي كانوا عارفين الموضوع بالتفصيل. والناس بالفعل كتر خيرهم كانوا متعاونين جدا، وحجزوا اوضه في مستشفى في طرابلس باسم والد هبه، وكمان فهموا الاطباء المسؤولين مهمتهم بالظبط وهيقولوا ايه لو اي حد سالهم على والد هبه. وبعد كده والد هبه بعت لهبه برقيه تانية بيقول لها انه مش هيقدر يسافر باريس لان حالته صعبه جدا، واللي حسته المخابرات المصريه لقيته. وبالفعل جت ناس من الموساد للمستشفى عشان يتاكدوا ان والد هبه محجوز بجد في المستشفى. وبعد ما الموساد اتاكد واطمن سمحوا لهبه بالسفر لطرابلس. واول ما هبه بتوصل لليبيا وبتنزل من الطيارة بتلاقي 2 ضباط من المخابرات المصرية واقفين مستنيينها على سلم الطيارة، اخدوها لطيارة مصرية واقفة جنب الطيارة اللي هي كانت جاية عليها. طبعا المنظر كان غريب، وهبه اتخضت وسالتهم هو احنا رايحين فين؟ فرد عليهم اللواء حسن عبد الغني وقال لها مفيش، المقدم فاروق بس عايز يشوفك. قالت له طب هو المقدم فاروق فين؟ قال لها ده في القاهره. فهبه سكتت وسالتهم امال انتوا مين؟ قال لها احنا المخابرات المصريه. وبيتم تقديم هبه للمحاكمه بالفعل، وبيصدر الحكم عليها بالاعدام بعد ما اعترفت بكل جرائمها قدام المحكمه. وبعد كده هبه بتقدم التماس لرئيس الجمهوريه لتخفيف العقوبه، بس طبعا اترفض. بس الغريب بقى واللي اتحكى على لسان مأمور السجن انها ما كانتش زي اي حد محكوم عليه بالاعدام، ما كانتش خايفه اصلا، وكانت دايما بتحط برفان ومكياجات ومهتمه بكامل جمالها واناقتها جوه السجن، ولا كأن محكوم عليها بالاعدام خالص. اصلها كانت متاكده ان الموساد مستحيل يتخلى عنها. وقتها بقى هنري كيسنجر وزير الخارجيه الامريكي كان موجود في مصر لزياره السادات، وكانت اول زياره ليه بعد حرب سنه 73. وفوجئ السادات ان كيسنجر بيطلب منه بانه يخفف الحكم على هبه سليم، وان الطلب ده بناء على رغبه شخصيه من جولدا مائير. بس السادات كان داهيه، كان ذكي جدا، فهم ان الطلب ده هيبقى بدايه لطلبات تانية كتير ممكن توصل للاعفاء عنها خالص. ساعتها السادات بص لكيسنجر وقال له حكم ايه؟ دي اتعدمت خلاص. فرد عليه كيسنجر مندهش وقال له امتى الكلام ده حصل؟ رد عليه السادات قال له النهارده الصبح. وكانه كان بيدي الامر لمدير المخابرات الحربيه اللي كان قاعد معاهم في نفس الاوضه انه ينفذ اعدامها. فساعتها قاموا بنقل هبه سليم لسجن الاستئناف وتم تنفيذ حكم الاعدام فيها. وبيتم اعدام هبه سليم شنقا سنه 74 وهي ما عدتش سن ال30. من ناحيه تانية بقى بيتم اعدام المقدم فاروق عبد الحميد الفقي رميا بالرصاص. انا ميدو جبريل، ودي قناتكم ميدوبيديا، وهي دي حلقتنا النهارده. ويا رب لو المحتوى بتاعنا بيعجبكم ما تبخلوش علينا بدعمكم باللايك، بالشير، بالاشتراك في القناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الحلقات الجديده. شكرا ليكم واستنوني في حلقه جديده.